قبل أمّا أبدأ صَلّ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولو مأخّر فرض فقوم صلّي الأول وارجع شوف الفيديو ده. دلوقتي أنا هاطلب منّك طلب، فكّر مين هم أكتر ناس شايفهم صحابك، سواء شخص واحد أو مجموعة من الناس، المهم تبقى حاطط في دماغك دلوقتي شخص أو ناس معيّنة، عشان تعرف على نهاية الفيديو هل هم أصحابك فعلًا والّا لأ. ودلوقتي هاسألك شوية أسئلة وإجابتك أنت على الأسئلة دي هي اللي هتعرّفك هل هم أصحابك فعلًا والّا لأ. أول سؤال، هل أنتم دايمًا بتتجمّعوا فقط على فعل مُضِر أو فعل مضيّع للوقت؟ يعني هل دايمًا اللي بيجمّعكم الخروجات والفُسح أو الفيديو جيمز أو حتى القعدة على القهوة؟ ولو الحاجة اللي بتجمّعكم دي أنت بطّلت تعملها، هل هيبقى ليك أي تواصل معاهم؟ لو لأ، فدول مش صحابك. السؤال التاني، هل صحابك بيتريقوا على التزامك الديني أو على طموحاتك الدنيوية؟ لو فدول أعدائك مش صحابك. السؤال التالت، هل وجودك مع الناس دي بيقرّبك من ربنا بشكل عام والّا لأ؟ لازم تبقى عارف إنك مش بتقف في مكانك، أنت يا إما بتتحسّن يا إما بتزداد سوء، ممكن الناس دي مش بتتريق على التزامك ولا على طموحك، بس وجودك معاهم بيبعدك عن ربنا وبيبعدك عن أهدافك، سواء بكلامهم المليان نميمة أو كلامهم المليان شتايم أو عدم غضّهم للبصر، وشئت أم أبيت فالمرء على دين خليله، فأنت مع الوقت هتبقى شبههم، لو بيشربوا سجاير أو مخدرات فمع الوقت هتشرب أنت كمان، لو بيشتموا كتير فمع الوقت هتشتم كتير أنت كمان، لو بيبصوا على كل بنت بتعدّي فمع الوقت هتبُص أنت كمان، ولو هُم متبرجات فمع الوقت هتتبرجي أنتِ كمان، ولو هُم فاشلين دراسيًا أو عمليًا فمع الوقت هتفشل أنت كمان، ومهما كنت منضبط وملتزم وكنت بتتقي ربنا، فتأثير مجموعة الناس اللي بتقعد معاهم هيطغى عليك وهتبقى شبههم، فلو الناس اللي بتقعد معاهم بيبعدوك عن ربنا وبيكسبوك مع الوقت صفات سيئة، فدول صُحبة الشيطان، وخلّي بالك صحابك في الدنيا بيأثّروا على مصيرك في الدنيا والآخرة، وعشان كده لازم صُحبتك تبقى صُحبة هِمّة. ممكن تقول لي مين هم صُحبة الهِمّة؟ هاقول لك صُحبة الهِمّة هم زي التيار الجارف اللي بيزُقّك غصب عنّك لقدّام، مثلًا واحد يكلّمك يقول لك أقمت الليل والّا لأ، والتاني يكلّمك يقول لك قريت وِرد القرآن والّا لأ، والتالت بيبعت لك درس تسمعه، والرابع بيقعد يشرح لك أي دروس أنت مش فاهمها، والخامس يقول لك على مهارة أو فكرة business تقدروا تعملوا منها فلوس، وهكذا. صُحبة بتغصبك إنّك تتحسّن دينيًا ودنيويًا، دينيًا بس مش كفاية، ودنيويًا بس برضه مش كفاية، ولو اكتشفت دلوقتي إن كل اللي حواليك مش صحابك فعلًا، فابعد عنّهم حتى لو هتبقى وحيد، وعشان ما تتعبش من الوحدة شوف الفيديو ده عشان تعرف إزاي تلاقي الصحبة الصالحة، وفي النهاية اختار الصحبة الصح تكسب الدنيا والآخرة.